التعابين معروفة إنها من ضمن الحيوانات اللي موجودة أعلى السلسلة الغذائية، وده مش بسبب حجمها، لأننا عارفين إنها من ضمن الزواحف، ولكن لذكائها وحكمتها في التصرف مع الفرائس، وغالبا هي كمان بتعض أكتر ما بتمضغ أكلها. في بعض الحيوانات ما بتحبش الالتزام بقوانين الطبيعة، زي الديوك اللي هتخترق بمنقارها بطن تعبان كبرى مميت جدا، أو قطط اللي بتضحي بنفسها عشان تحمي أطفالها، وكمان السحلية البسيطة اللي بتتفوق على سرب من التعابين. النهاردة هوريك 11 موقف التعابين فيهم بتهاجم الحيوانات الخطر. خليك معايا للآخر عشان مش هتصدق اللي هتشوفه بعينيك. في بداية الفيديو كنت تعتقد ان التعبان ممكن يتخلص من الديك بكل بساطة، ولكن اللي ما تعرفوش ان الديوك حيوانات شجاعة في حماية منطقتها. الديك ممكن يضحي بنفسه من اجل فرد في عيلته، ودي شجاعة ما كنتش هتتخيلها. عشان كده في الفيديو ده وجود الكوبرا في منطقة هذا الديك غلطة كبيرة هتكلفه حياته. في الهند كوبرا دخلت وسط عش للفراخ وفاكرة ان دي قمة الشجاعة، ولكن اتفاجئت بديك بيخترق جلدها عشان يحمي أطفالها. التعبان حاول ياخد نفسه من منقار الديك ويبعد، ولكن الديك ما ادالوش فرصة. الديك شال الكوبرا بمنقاره بعيد وما اكتفاش لحد هنا، الديك بلع الكوبرا كاملة وكأنه من آكل اللحوم. السلحفاة النهاشة عنيفة وشرسة جدا، عضتها قوته بتبلغ 209 نيوتن، وعشان تتخيل دي قوة عض ممكن تقطع بيها كنزات البيبسي بسنانها. في الموقف ده سلحفاة بتفتح بقها عادي، ولكن التعبان كان شايف انها فريسة سهلة وبطيئة المقاومة، ولكن التعبان راح لآخر مكان المفروض يروحه، والسلحفاة بكل سهولة قطعت راس التعبان من شدة العضة. مفيش أخطر من أم بتحاول تحمي أطفالها. القطة دي كانت بترضع أطفالها في كهف لحد ما جالها زائر غير مرغوب فيه بالمرة، بايثون أو تعبان ضخم جدا. في البداية حاولت القطة تحذره وتهس عليه بكل قوة، ولكن بمجرد دخول التعبان في جحر القطة تحولت لمقاتلة فورا بعد ما كانت أم بترضع أطفالها. التعبان كان بيحاول يدخل الكهف بكل قوة ومسك في القط، ولكن الأم كانت بتحارب بمخالبها بكل قوة. التعبان أدرك إنه ملوش أي فرصة إنه يحارب وحس بالإحراج ومشي. الأرانب كانت دايما وتظل وجبة خفيفة وسريعة لبعض الحيوانات المفترسة، وخصوصا التعابين طبعا، وده لأن الأرانب لا حول لهم ولا قوة أثناء القتال، لأنهم بطاء في الحركة وضعفاء جدا لأي ضربة. ولكن الأرنب ده بالذات خاف على سمعته لما تعبان حاول يدخل جحره وحاول يمسك أطفال الأرانب، ولكن الأرنب كان خايف على تربيته لأطفاله كل الفترة دي. بمجرد ما الأرنب شاف التعبان بياكل أطفاله نط عليه بكل قوة وحاول يسحب فيه بعيد عن جحره. التعبان هرب، ولكن الأرنب ما سابتوش وحاولت تعض فيه وتشوطه برجليها بكل قوة. الموضوع كان بيخلص لصالح الأرنب بسبب قوة ركل الأرنب الكبيرة وشراسته في الدفاع عن أطفاله. جرير العسل معروف بأنه من أشرس الحيوانات اللي موجودة في العالم، فبالرغم من حجمه الصغير ولكن هي من أعنف الثدييات في العالم، وتقريبا هتلاقي اللي بيعرف يصطادها حيوانات كبيرة زي الأسود والنمور، لأنه حيوان غير سهل إطلاقا أثناء القتال. ولكن اللي بيحاول يفترسه هنا هو تعبان. التعبان بدأ يلدغ رأس غرير العسل، ولكن غرير العسل عرف يفادي الضربة. التعبان هنا حس بخطأه وتسرعه وحاول يزحف بعيد عن غرير العسل، ولكن غرير العسل بمخالبه القوية بيسحب التعبان ناحيته، وابتدى انه يعض رأسه بكل قوة ويتغذى عليه. طول الكوبرا الهندية ممكن يوصل إلى أكثر من 7 أقدام، وممكن سمه يقتل إنسان في أقل من 30 دقيقة. فرستنا عبارة عن نمس كان بيحاول يخوف التعبان الهندي بصوته، ولكن الكوبرا كانت بتحاول محاولات فاشلة لعض النمس. لكن لما بيهجم النمس اتأكد انه ما بيغلطش. النمس بيمسك التعبان بأسنانه وبيضربه بالأرض لحد ما ينتهي أمر التعبان تماما. الفئران فريسة تقليدية للتعابين، ده كمان الأشخاص اللي بيربوا تعابين بيستخدموا الفئران كغذاء لتعابينهم.
فرستنا عبارة عن فأر صغير التعبان كان بيحاول يعضه ويهرب بيه، ولكن الفأر الأم كانت بتهاجم التعبان بدون خوف ولا تردد خوفا على أطفالها. ده كمان ابتدت تهاجم التعبان وتعضه في ديله. التعبان حس بالخطر وعرف إنها أم غير تقليدية بالنسبة للفئران، وساب لها ابنها وجري بحياته. ودي من المرات الاستثنائية اللي هنلاقي هجوم من فار على تعبان. النسور من الحيوانات اللي مش محصنة من سم التعابين، ومع ذلك بتطارده. أول ما الكوبرا شافت النسر كان ابتدى العد التنازلي لحياة هذه الكوبرا. ابتدت المواجهة، ولكن قوة النسر كانت كبيرة على الكوبرا. النسر ثبت الكوبرا بمخالبه الحادة وابتدى يضربه بمنقاره على رأس التعبان. مفيش دقايق معدودة وكانت رأس التعبان غذاء للنسر. أناكوندا كانت عايزة تواجه تمساح بدون أي سبب. ابتدى الأناكوندا بالعض ولكن بلا فايدة، لأن جلد التمساح السميك واللي محصن ضد أي عضات كان مفاجأة كبيرة للتعبان. التعبان حاول يلف جسمه حوالين التمساح ويعصره، ولكن بدون أي فايدة. التمساح كان فكه قوي جدا واستسلمت الأناكوندا وجريت منه. السحلية الصغيرة دي أدهشت الملايين من الناس حوالين العالم بسبب رد فعلها. أطفال البشر ما بيقدروش يشربوا مية لحد ما يعدوا سنة. على الناحية التانية السحلية اللي لسه طالعة من البيضة بتحارب مئات التعابين لوحدها وبتقاومهم. السحلية حاولت تتجنب التعابين، ولكن أول ما التعابين شافتها طالعة من البيضة ابتدت السحلية تجري بكل قوة وتقفز على الصخور بكل احترافية لحد ما نجحت في الهرب من المئات من التعابين. فرس النبي يعتبر من أكثر الحشرات القاتلة في العالم. الحشرة الصغيرة دي بتتولد بأدوات تخليها مؤهلة للقتل بالفطرة. أطرافها متغطية بأشواك حادة لتثبيت الفريسة في مكانها. عندها 5 عيون، 3 في النص و2 على الجانبين، وده بيخليها تحس بأي حركة جنبها. التعبان يمكن ما يعرفش كل ده لما دخل منطقة التعبان، ولكن السرعوف أو فرس النبي ابتدى يمسكه وياكل فيه وهو حي. للأسف الفيديو خلص. قولي في الكومنتات أي مواجهة من دول فاجئتك، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو لسه مشتركتش على القناة اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.